السلام عليكم واهلا بيكم في فيديو جديد. النهارده هنعمل مع بعض شمعة العيد او شمعة عروسة، مش عارفة من كتر جمالها ممكن نستعملها لاي مناسبة. يلا بينا نبتدي ونشوف هنعملها ازاي مع بعض. بس قبل ما نبتدي تنسوش لايك وسبسكرايب وشير. طلباتي صغيرة بسيطة جدا، عايزة اوصل ل5000 قبل السنة دي ما تخلص. احنا دلوقتي في شهر 4، يعني قدامنا 8 شهور. اكيد انا متاكده تقدروا توصلوا لي ال5000 دول في ال8 شهور دي. عندنا وقت وزياده. عيب قوي لو انتوا بتتفرجوا وبتستفادوا مني وما تدلعونيش وتشجعوني. يلا بينا نبتدي. يلا يا حبايبي بقى نبتدي. اول حاجه هنستعمل الجار الحجم الكبير. طبعا هنا اي حجم جارز حلو، بس هو عشان الورده عندنا اللي بتتحط من فوق حجمها كبير فاحنا اخترت الحجم الكبير. اهم خطوه واساسيه هي النظافه. تعالوا بقى بالمناسبه دي احكي لكم موقف كده حصل معايا وانا بشتغل اول ما ابتديت شغل. تقريبا مره كلمتني عميله بعد لما استلمت الاوردر، قالت لي ان هي حاسه ان الجار من بره مش نظيف. طبعا انا بالنسبه لي موضوع زي ده استحاله ان انا اصلا مهووسه نظافه. يعني انا بحط عاده الجارز بتاعتي او الكوبايات كلها في الديش واشر او بغسلها على ايدي بالصابون قبل ما ابتدي اصلا شغل. زي ما انتم شايفين بقوم مسحها كمان بالكحول، فاكيد هي بتوصل لكم يعني مش متعقمه، هي بتوصل لكم انضف من كده مفيش. فاستحاله ده يحصل عندي. رغيت كتير وفضفضت معاكم شويه، فتعالوا نرجع للشمع. انا كنت عاملاه فيديو قبل كده بقول لكم ازاي تحددوا اماكن الفتيل في الكوبايه او الجار بتاعكم، وهحط لكم طبعا اللينك بتاعه. والورقه دي لو حد محتاجها يبعت لي على الانستجرام وهبعتها له. ناس كتير قوي طلبتها مني وبعتها لهم عادي على الانستجرام، مفيش مشكله، بنساعد بعض. ده الشمع اللي انا هبتدي بيه اللي هو شمع الجل. هوريكم دلوقتي شكله من قريب. بدات اول حاجه بحط الفتيل في الاماكن وانا بلزقه زي ما قلت لكم قبل كده باللزقه بتاعه الفتيل او الدبل تيب. الاثنين نفس الفكره. الدبل تيب اللي هو اللزقه اللي هي بتبقى من الوشين. اوكي، ده شمع الجل اللي قلت لكم عليه. هو ملمسه كده بيبقى عامل زي الميه شويه، هو جل. ده اللي بيعملوا بيه الكيوبس بتاع التلج. لو شفتوا قبل كده شمع بتاعه الكابتشينو او القهوه او كده هتلاقيهم عاملينه او مستخدمين شمع الجل زي التلج. هبتدي اول حاجه ان انا اسيح الشمع كله. هنا خدت تقريبا ما يعادل 80 جرام من الشمع الجل وسيحته في حمام ميه. طبعا في فيديو برضو كنت عاملاه عن طرق إذابة الشمع، بقول لكم هو باللغة العربية طرق إذابة الشمع. هتلاقوه حلو قوي، جمعت فيه كل الطرق اللي ممكن تستعملوها عشان تذوبوا الشمع. وأنصح يعني لو انتم مبتدئين تروحوا تتفرجوا على الفيديو ده، برضو هتستفادوا منه. هنا خلاص انا سبتها تدوب خالص لغاية لما بقت عاملة زي المية. وتعالوا بقى نبتدي نعمل الشمعة بتاعتنا ونحط الديكوريشن مع بعض. بصوا بقى الديكوريشن او اللي هنزين بيها الشمع هو الورد ده اللي هو لونه اصفر كده. اوكي، ومش بس ده، هنحط معاه، استنوا، اللي دايما بقول عليه، انتوا عارفين ان انا خلاص بحبه، يعني الناس اللي هم اوريدي معايا بقالهم فتره عارفين انا هحط ايه. ها، عرفتوا؟ هنحط طبعا واكيد اللي هو ورق الذهب. وكده نكون خلاص سيحناه ووصل القوام اللي احنا عايزينه. نحطه بقى هنا شويه كده على جنب. هبتدي بقى ارش حبة صغيرين من الورد بتاعي. انا عايزة بس اللي من فوق، مش عايزة احط الجذور، بس اللي من فوق. ابتدي بقى اصب. بسم الله. حاملة لغاية كده كفاية. حبيت هنا ازود شوية ورد عشان حسيت ان هو قليل في الشمعة، فكل ما زاد كل ما ادى شكل جمالي اكتر. وهبتدي كمان اضيف الورق الذهب بتاعي. ومعلومة مهمة جدا هنا كنت عايزة اقولها، ان انا ممكن اعمل الميكس ده قبل ما اصب الشمعة. يعني ممكن بعد ما اسيح الشمعة على في حمام البخار او حمام المية اقوم حاطة الورد والورق الذهب واقلب بالمعلقة الخشب دي.
وعشان احنا بنعمل شمع ديكور او حاجة جمالية، فانا لازم اركز في الجوانب بتاع الشمع او الاطراف بتاعتها، لان هو ده اللي هيبقى باين للعميل بتاعي. فمثلا هنا انا خدت حبة كده من ورق الذهب على طرف المعلقة الخشب، وابتديت اركز في الجوانب، احط شوية من ورق الذهب واحط كمان من الورد. الشمعة كلها فيها، بس انا بركز، ولازم تركزوا على الاطراف عشان فعلا هو ده اللي هيبقى مبين الشغل بتاعكم. ممكن نستعمل المعالق دي برضو عشان نثبت بيها الفتيل، وممكن نستعمل التاني الحديد اللي انا بحبه وهو ده اللي هستعمله في الفيديو. طيب في حالة هنا ان انا عندي شوية بابلز او في حتت مش عجباني في الشمع، عادي جدا باخد الهيت جان بتاعي وببتدي اسخن كده الشمع حاجة بسيطة علشان بس اظبط الاطراف واظبط الشكل العام للشمع. هنبتدي بقى نحط النوع التاني من الشمع وهو شمع الصويا. انا مش عارفه ليه قررت ان انا هعملها بالفانيليا والكوكونات، فهو ده اللي حصل. حطيت زيت عطري فانيليا مع كوكونات ميكس كده، حوالي 15 جرام من الزيت العطري، وبس هقوم ملياها، بس مش ملياها للاخر عشان انا مش عايزاكم تنسوا الديكوريشن اللي هي الورده اللي هنحطها من فوق. هنستنى بقى الشمع الصويا لغايه لما ينشف ونرجع لها تاني. في الوقت ده هنكون عملنا الوردة اللي هتتحط على الشمع من فوق. ممكن تعملوها بقى باللون اللي انتوا عايزينه، تحطوها على بينك، على احمر، على اصفر، اللون اللي انتوا تحبوه او المفضل عندكم. انا الفيديو ده عملتها على ابيض لان دي كانت البلان من الاول، فعملتها على ابيض، بس بوريكم ان احنا ممكن نعمل اوبشنز تانية وحاجات تانية وافكار تانية هتبقى ممكن احلى. وبصوا بقى الجمال، طبعا خرمتها 3 خرم بتوع الفتيل. ازاي بخرمها؟ بكل بساطة بسخن الابرة وبعمل مكان الفتيل. الخطوة دي انا عملتها معاكم على اللايف في التيك توك، فطبعا ما صورتهاش، بس هي سهلة يعني مش صعبة ان انتوا تعملوها. وكده نكون خلصنا الشمعة بتاعتنا، وده الشكل النهائي بتاعها. تعالوا اصورها لكم من بعيد. شكلها طلع حلو قوي وريحتها اكيد احلى. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، لو عجبكم زي ما اتفقنا ما تنسوش التشجيع، ويلا نتقابل ان شاء الله في فيديو جديد على خير. باي باي يا حلوين.